حبايبي ومتابعين الجمال، ايه رأيكم في الغدا بتاع النهاردة؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا خالص من الفيديو اللي فات. حبايبي ومتابعيني، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. ايه رأيكم في العزمة بتاعت النهاردة ديت؟ اهو، تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه مع بعض، وايه الحركات وايه التكات بتاعت الفيديو بتاع النهاردة والغدا بتاعي النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا حبايبي ومتابعين الجمال. انا ام منى طبعا، ودي قناتي، وحابه كل اللي يدخل ويشوف الفيديو يعمل اشتراك في القناه ويحط لايك منكم حلو، وربنا يصلح حالي وحالكم جميعا. ايه رايكم في العظمه بتاعت النهارده؟ ده الغدا بتاعي النهارده، وهعمل لكم بيه احلى فيديو بكل حركاته وبكل تكاته وبكل تفاصيله. تمام. ده شكله ايه ده يا ماما؟ ده ماكريل؟ لا ده مش ماكريل. تابعوا معايا الفيديو للاخر، هنشوف احنا عاملين ايه اللي شبه الماكريل ده النهارده. تابعوا كده معايا الفيديو ونشوف احنا هنعمل العظمه اللي احنا عاملينها دي ازاي. بحبكم في الله، تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاع النهارده. ايه رايكم؟ الساهل عليه لايك والله. خلاص. حابه كل اللي يشوف الفيديو او يشوف القناه بتاعتي، اول اللي يخش عندي القناه او يشوف لسه اول مره يشوف القناه بتاعتي، يحط لايك منه حلو وكومنت منكم حلو، يشجعني بيه ويدعمني بيه عشان قناتي ترفع بيكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. تعالوا كده مع بعض نشوف العظمة الحلوة اللي احنا عاملينها دي عاملينها ازاي، وايه الحركات وايه التكات وايه التفاصيل اللي انت عاملاها يا ام منى. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه، هنسمي بالله ونبدأ كده ونشوف. تعالوا معايا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. يا رب تجعل سنة 2023 سنة سعيدة على أمة محمد. يا رب كل اللي نفسه في حلم تحققهوله، اللي ما حققوش في سنة 2022 يحققوا السنة دي يا رب بأمرك أنت يا أرحم الراحمين. سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. أنا منى ودي قناتي على اليوتيوب. حابة كل اللي يدخل الفيديو أو يشوف الفيديو يعمل شير وسبسكرايب للقناة ويحط لايك منكم حلو، وربنا يصلح حالي وحالكم جميعا. بحبكم في الله يا أحلى أخوات ويا أحلى متابعين ليا في الدنيا. تعالوا النهاردة نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض، والفيديو بتاعنا هيمشي ازاي، والمحتوى اللي احنا ماشيين فيه هيبقى ايه. شوف ايه اللي معانا نعمله. معايا النهاردة شوية طبار هنعمله بطريقة حلوة، بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. حاجة حلوة خالص. احنا بنشويه، عملته قبل كده معاكم على القناة بس كنت شوياه. عملت كذا فيديو على السمك على القناة، طبعا اللي ما شافش الفيديوهات دي يرجع للقناة ويشوف احنا هنعمل فيها ايه. هنسمي بسم الله كده ونشوف. انا معايا ايه؟ حوالي كيلو وربع من الطبار. انا هعمله في صينيه كده بطريقه حلوه وبتتبيله سهله وبسيطه خالص. حابه كل حبايبي يجربوا الطريقه اللي انا هعمل بيها النهارده دي ويقولوا لي ايه رايكم فيها. تغيير. احنا هو اساسا الطبار ده بنعمله سنجاري او بنعمله مشوي. انا هعمله النهارده كده شبه الماكريل كده في الصينيه اهوت. انا مش، هو على فكره مش كبير يا بنات، هو وسط. تمام. فانا هعمله معاكم النهارده كده بطريقه حلوه وبتتبيله حلوه. انا على فكره انا لسه ما غسلتوش، انا سيبك عشان اغسله معاكم واوريكم هنعمله ازاي. وده شكله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب تصلح حالي وحالكم جميعا. تعالوا كده مع بعض نشوف انا هعمله ازاي وهنضفه ازاي. طبعا انا هفتح بطنه يا بنات وهعمل القشره اللي عليه زي كده. بصوا بيبقى عليه قشره بسيطه كده، انت هتعمليها كده بحرف السكينه كده، تحاولي تتخلصي منها خالص، لانه طبعا هيتعمل في الصينيه، فديت لو وجد في بوق البني ادم مننا مش بيبقى لطيف. خلاص كده. اللي حابه تعمله سنجاري تعمله، اللي حابه تشويه عادي تشويه. انا شويه قبل كده على القناه، بس انا النهارده هعمله بطريقه حلوه خالص وبسيطه خالص خالص. هوريكم انا هعمله ازاي. بصوا هنفتح الحنفيه بس وهنضفه معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ثانيه واحده. بحبكم يا احلى اخوات ويا احلى متابعين ليا في الدنيا. صباحكم مشرق بنور الله، صباحنا معطر بذكر الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهم حاجه تحوش القشره اللي عليه من بره، دي اهم حاجه لو هتعمليه في الصينيه بالطريقه اللي انا هعمل بيها. اهم حاجه القشره ديت تتخلصي منها. تمام كده.
بسم الله. نجيب المقص بس ثانيه واحده. شيل بقى الزعنف كده اهو، وهتشيلي برضو الخياشيم دي كده من هنا ودي كده اهو، وهتفتحي البطن بتاعه زي كده بسم الله اهو اهو لحد الراس من فوق كده اهو. طبعا هو بيبقى فيه بطاريخ زي كده، اللي بتحب البطاريخ زي حالاتي مش هتترميها. البطاريخ دي يا بنات الكيلو منها بالشيء الفلاني اهي. انا هعمل معاكم واحده واتنين كده قدامكم اهو. انا هتخلص من ده كله، افتح عليه الميه واغسله كويس. اهم حاجه الغسيل كويس للسمك تحت ميه جاريه، عشان تتخلصي من اي زفاره للسمك تغسليها تحت ميه جاريه يا بنات. خلاص كده هتمسكيها كده تغسليها. انا اساسا بحب اتخلص من الخياشيم بتاعت اي نوع سمك، مش شرط الكبار بس، اي نوع سمك. لو تلاحظوا معايا في الفيديوهات واللي يرجع ليا بتنظيف السمك، انا ما بحبش الخياشيم في السمك يا بنات. انا بحسها ان دي مركز الزفاره بتاعت السمكيه. هتنضفيه كده كويس اهو تمام اهو. شفتوا شكله؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنعمله حشوه حلوه، هنحشيه كده وهعمله معاكم في الصينيه بطريقه سهله وبسيطه اهي. نمسك السمكيه كده نفكها كده بحيث اي قشره عليها تتشال، لان دي يا بنات لما هتتعمل في الصينيه لو اجت في بوقك انت مش هتستحبيها. خلاص يبقى انت اهم حاجه تتخلصي من القشر اللي عليه ده. خلاص كده زي ما انا بعمل بالظبط اهو. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. على فكره الطبار بتاعي مش كبير تمام. اتخلصت من الزعانف دي كده دي ودي كمان من الناحيه الثانيه تمام. وهفتحه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا على فكره يا بنات بطنه جميله خالص، بس انا الصراحه انا بحب انضف اي سمك حتى لو هشويه برضو بنضفه لو تلاحظوا معايا في الفيديوهات. خلاص كده نتخلص من الخياشيم بتاعته كده اهو. انا بعمله كده يا بنات في الصينيه زي اللي بتعمليه للسنجاري بالظبط. شفت تونه الماكريل؟ انا بعمله بالطريقه دي بيبقى تحفه، طعمه خطير. حابه بس تجربوا بالطريقه معايا وتابعوا معايا الفيديو شوفوا انا هعمله ازاي. خلاص كده اهو اهو. هكمل انا الكميه اللي معايا غسيل وتنظيف وبعد كده انا هرجع لكم. بعد يا حبايبي ما خلصتوا كده غسيل وتنظيف معاكم زي ما انتم شايفين كده، انا غسلته كويس وخلصت كل الكميه اللي معايا. تعالوا كده مع بعض نحط عليه شويه ملح تمام كده، وهنزل عليه عصير ليمون، او هعصر عليه ليمونتين كده خلاص عشان ننجحهم فيه شويه كده بالملح والليمون. بسم الله اهو اهو. مش هحط عليه ميه، انا هسيبه في الملح والليمون بس لمده 10 دقايق خلاص كده. وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هيبقى شكله ازاي. انا هسيب الكلام ده كده لمده 10 دقايق معاكم. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. وتعالوا كده هنشوف مع بعض هنعمل له تتبيله حلوه خالص بالخضار بالبصل والطماطم والفلفل الحار وهريسه الشطه او برطمان الدجه اللي احنا دايما عاملينه بيه، هنحشي بيه وهنعمل له احلى خلطه خضار هنشوفها مع بعض. هسيب الكلام ده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه وبعد كده هرجع له. طيب قلبي بعد ما خلصته غسيل كده واتنجع شويه لمده 10 دقايق تمام كده، ده بيكون شكله معايا برطمان الدجه دوت. هاخد منه معلقتين او 3 على حسب ما انت هتعوزي تمام كده. برطمان الدجه ده انا عملته قبل كده على القناه، اللي ما شافوش يرجع للفيديوهات ويشوف احنا عملناه ازاي. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب معلقه من الكمون، طبعا ده اتغسل كويس ومتنضف كويس زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهو يا حبايبي. خلاص كده تعالوا كده هنعمل ايه؟ هنرش عليه معلقه من الكمون ماشي
اهو. انا بحب املح السمك كده يا بنات قبل ما احشي اي حاجه وقبل ما اعمل منه اي حاجه. تمام. نزلت كده بمعلقه حلوه كده من الكمون كده اهو. تمام. وهجيب بسم الله الرحمن الرحيم هعصر عليه ليمونه اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام كده. يبقى انا بعد ما اتنقع برضو في ليمون وملح انا مسكته كده بمعلقه من الكمون وعصره ليمونه وبدعك الكلام ده كله كده قبل ما احشيه يا بنات. بيدي تسكيره حلوه جدا جدا للسمك. جربوها بس بالطريقه دي معانا خلاص وقولوا لي ايه رايكم. عمرك ما هتشم ريحه زفاره للسمك. بسم الله ما شاء الله. ده شكله اهو حاجه كده عظمه تحفه تحفه تحفه. جربوا بس الطريقه اللي انا عملت بيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. الطبار بالطريقه دي. انا معايا معلقتين من الدجه اهو. خلاص كده هنحشي بيها السمكيه زي ما انتم شايفين معايا كده. خلاص انا الطبار بتاعي مش كبير زي ما قلت لكم في اول الفيديو. انت جيبي اللي انت حباه حبه كبير صغير زي ما تحبي اعملي. تمام كده. اللي وصل معايا الفيديو لحد كده ما ينساش لايك ليا حلو للفيديو يرفع بيه الفيديو وكومنت حلو منكم يشجعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. خلاص كده انا هحشي الكميه اللي معايا دي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى هناخد الكلام ده كله. بصوا انا مش هعمله في الفرن انا هعمله معاكم على البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه من ابسط الطرق اللي هتعملوا بيها. بحيث حبيبه قلبي اللي بتقول لي انا الفرن بتاعي مش شغال. طب انا هعمله معاكم النهارده يا حبيبتي على البوتاجاز من فوق. خلاص كده وهنشوفه كده مع بعض. بس برضو لازم يدخل الفرن يا حبيبتي عشان ياخد اللون الجراتاني الاخير. تمام كده. انا هعمله معاكم وده ابسط طريقه انا هعملها معاكم بيه. خلاص هاخد الكلام ده كله وهاخد معايا الخضار اللي هو ايه. معايا طماطم. تمام. ومعايا بصل. خلاص. ومعايا قرن فلفل شطه حراق. تمام كده. هاخد الكلام ده كله ونروح بيه على البوتاجاز. انا حبايبي كده نروح على النار معايا صينيه كده على النار. اي حاجه هتعملي فيها حطيها. انا معايا صينيه كده على النار. تمام. هنزل فيها بمعلقه من الزيت. هي دي بس اللي هنحتاجها للوصفه كلها. معلقه الزيت دي يا بنات مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. تمام. نزلنا بمعلقه الزيت. تعالوا كده هنزل بالبصل اللي معايا. بسم الله اهو. شايفين اهو. اللي حابه تحط 4 فصوص من الثوم تحط. انا بستكفى بالدجه اللي معايا لانها عليها ثوم وعليها خل وعليها كل المنكهات اللي انا عايزاها. حابه تنزلي انت بمعلقتين من او بمعلقه ثوم مهروس او 4 فصوص من الثوم اللي زي ما انت بتحبي اعملي. انا بصراحه ما بستكفى بس بالدجه اللي معايا لان هي بيبقى عليها ثوم وكده. خلاص. هدبل البصل اللي معايا دي كده. خلاص يا حبيبتي اهو. اهم حاجه تبلي البصل اللي معاكي. الخضار اللي معاكي كله لازم تتبليه كويس على النار. خلاص كده مفيش اسهل من كده. انا كنت هعمل ان انا هرص الخضار كله ني في ني كده على البوتاجاز في الصينيه وهرص عليه السمك وهدخله الفرن. بس في حبايب قلبي مش الفرن بتقول الفرن مش شغال فانا حاولت اعمل بابسط الطرق اهو. تمام كده. اهم حاجه البصله بتاعتك تدبل. خلاص. هنزل عليها بمعلقه من الكزبره. تتوصي كده ومش تستخسري. اهم حاجه للسمك كمون وكزبره. سمك يعني كمون وكزبره. وده قلته كم مره في الفيديو يا بنات. خليكم كده دايما فاكرين حاجه زي كده. انت هتعملي سمك اهم حاجه في الموضوع كله هي الكمون والكزبره للموضوع ده. يبقى انا خدت معلقه محترمه كده من الكزبره ومعلقه من الكمون اهو. وهسيب البصل ده كله كده يفضل مع بعضه حلو. شمي كده ريحه البهارات الكزبره مع الكمون مع البصل الني ده يا بنات تحفه. ريحه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام اهو. البصل بس بتاعي يدبل كويس. خلاص. بعد كده هنزل عليه بالطماطم.
تمام كده اهو. وهقلب كل الخضار ده كده مع بعضه اهو. زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنسيب الخضار ده كده كله يتبل مع بعضه خلاص، وينزل كل الصوصات اللي فيه، الميه اللي فيه طبعا، البصل مع الطماطم. هنزل بمعلقه الفلفل الحار، حابه تحطيها حطيها، مش حابه تستغنى عنها براحتك. بس طبعا السمك لازم يبقى فيه حاجه شطشطه كده. خلاص نزلت كده بمعلقه قرن الفلفل الحراق اللي انا عاملاه خلاص. وهنزل بمعلقه من هريسه الشطه اهي خلاص اهي. وهسيب الكلام ده كله كده يتشوح مع بعضه. تمام. نسيب كده الكلام ده كله ياخده ويدي كده مع بعضه كده تتبيله حلوه كده، وينزل الصوصات اللي فيه. وبعد كده هنزل عليه بالسمك بتاعي. تمام. شايفين كده معايا اهو. بسم الله ما شاء الله، لون الخضار يفتح النفس يا بنات. هسيب الكلام ده كله ياخد تشويحه كده مع بعضه، وهننزل بعد كده بالسمك عليه. حبايب قلبي، بعد ما البصل والطماطم والفلفل اللي معايا دبلوا كده، تعالوا كده هننزل بقى بالسمك بتاعنا كده نرصه. بسم الله ما شاء الله اهو. هترصيه كده اهو. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. خلاص. طريقه حلوه خالص. تغيير يا بنات، بدل ما نعمل كل مره مشوي ونعمل مره سنجاري، انا هعمله معاكم برده مره سنجاري على القناه، وهوريكم شكله بطريقه سهله وبسيطه خالص. تعالي انت يا صغيره انت. هحطها كده بس خلاص كده. زي ما انتوا شايفين ادينا رصيناه كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين معانا. هنسيب الكلام ده كله كده على البوتاجاز حوالي 5 دقايق، وبعد كده انا يا حبايبي هدخله تحت الشوايه. تمام. انا هغطي عليه كده وهسيبه. واللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هسيبه كده بس حوالي دقيقتين بالظبط، دقيقتين 2. وبعد كده انا هدخله الفرن يا بنات. وهنعمل مع بعض كده شويه رز ابيض جنبه، وشويه سلطه خضراء. وده هيبقى شكل الغدا بتاعي النهارده. بعد كده بعد ما هسيب ده دقيقتين انا هدخله الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن انا هوريكم شكله. تمام. هعمل بقى انا شويه رز ابيض، انا عملته كذا مره معاكم على القناه. طبعا احنا ما بنعمل السمك لازم نعمل له رز ابيض يا بنات. خلاص كده. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا معايا شكل السمك بيبقى شكله ازاي. بحبكم في الله يا اخواتي ومتابعيني، وجودكم شرف ليا وتاج ليا على راسي. هدخل انا بقى الصينيه الفرن، وبعد كده هوريكم شكلها بيبقى شكلها ازاي. حبايبي، بعد ما السمك طلعناه من الفرن زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. بصوا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا كده مع بعض نشوف. شفتوا؟ بصوا كده معايا لحظه. بصوا السمك اهو. خلاص كده. حاباكم تعملوه بالطريقه ديت، وتعالوا كده مع بعض نغرف الغدا بتاعنا النهارده. طريقه سهله وبسيطه واكله بسيطه جدا، حابه كل حبايبي يجربوها بالطريقه ديت. خلاص. حابه كل المتابعين وكل اللي يشوف الفيديو ده يجربها كده بالطريقه دي. خلاص كده. تعالوا كده مع بعض نغرفه. ده بيكون شكله. بصوا اهو اهو. حاجه كده تحفه اهي. ناخد بقى الصوص اللي احنا عاملينه، الخضار اللي احنا عاملينه كده، ده بتاكليه مع الرز عادي طبعا. حاجه كده في منتهى الخيال اهو. بصوا كده. شوفوا شكله اهو. خلاص. نغرف بقى شكل الغدا بتاع النهارده. طريقه سهله، حابه كل الحبايب وكل المتابعين اللي شافوني يدخلوا كده الفيديو ويشتركوا معانا في القناه ويفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لهم الشعار بكل فيديو انا بنزله. تمام. ده شكل السمك بتاعي اهو. خلاص اهو. ايه رايكم؟ بصوا الجمال. حاجه كده بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهو. ده شكل السمك بتاعي. حاجه كده تحفه خالص. انا عامله معاه رز ابيض، عامله معاه سلطه، وهنشوف ده كله مع بعض. خلاص كده اهو.
ثانية واحدة بس. ايه ده الرز الابيض بتاعي اهو، ده شكل الرز بتاعنا الابيض. ومعايا سلطة اهو. خلاص كده اهو، ده شكل الغدا بتاعي النهارده. معايا رز ابيض بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا انتوا عارفين دايما انا بعمل الرز الابيض معاكم على القناه فما صورتوش معاكم. خلاص كده دي طريقه السمك اللي اللهم صل وسلم على الحبيب. ده الطبار انا عاملاه في الصينيه بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه، وشفت الصوص بتاعه شكله عامل ازاي. حاجه كده تحفه وخيال بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودي السلطه اللي انا عملتها، وده الرز الابيض اللي انا عاملاه، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ حابه كل يا حبايبي وكل اللي يشوف الفيديو يشترك معايا في القناه ويفعل زرار الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو انا بنزله. خلاص، ايه رايكم؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله تحفه. خلاص كده خلاص، ده شكل الغدا بتاعي. يا رب تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة من الفيديو بتاعي النهاردة ومن أكل النهاردة. بصوا حاجة بسيطة خالص خالص. حاولنا على قد ما نقدر نطلع منها بس أكلة بسيطة. وطبعا كلنا يعني ما فيش كل الناس عارفة الطبار ومع كده. أنا عملت معاه شوية رز وده كان أحلى غدا لينا النهاردة. حبايب قلبي ومتابعيني ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. اللي استفاد شيء من الفيديو دوت يحط تعليق حلو منه ويعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شيروا الفيديوهات دي على قد ما تقدروا. ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا، بحبكم في الله، احلى واجمل متابعين في الدنيا. تعالوا كده معايا الغدا النهارده، اتفضلوا معانا. حاجه كده تفتح النفس وحاجه حلوه خالص. حابه تحطي بقى معاها بصل اخضر حطي، خس حطي، زي ما بتحبي حبي. تمام. ده كان شكل غدايا النهارده، بحبكم في الله يا احلى اخوات ويا احلى متابعين ليا في الدنيا. اشوفكم على خير والسلام عليكم. طيب قلبي بعد ما خلصته غسيل كده واتنقع شوية لمدة 10 دقايق. تمام كده، ده بيكون شكله. معايا بطرمان الدجة دوت، هاخد منه معلقتين او 3 على حسب ما انت هتعوزي. تمام كده، بطرمان الدجة ده انا عملته قبل كده على القناة، اللي ما شافوش يرجع للفيديوهات ويشوف احنا عملناه ازاي. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب معلقة من الكمون. طبعا ده اتغسل كويس ومتنضف كويس زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.